الصدمه الكبيره اللي عند الجمهور ديت، واحده من اسبابها انك بتخسر بشكل كبير فرصك الحقيقيه في المنافسه على بطوله الدوري. ثم تبعات ذلك ان الناس بدات مش بس انا بخسر كده، ده انا في حاجات تانية فقدتها. انا فقدت هيبتي وفقدت شخصيتي وفقدت قدرتي على ان انا فريق النادي الاهلي يتحسب له 10 دقائق ما بيعملش فيهم حاجه. ده مش ما بيعملش فيهم حاجه، ده لعيبه بيراميدز بتعمل كل حاجه وبتنقل الكره على لعيبه النادي الاهلي. انت متخيل ان دي نتيجه مش متوقعه، جمهور الاهلي مش متوقعها. ثم تيجي تقف عند نقطه مهمه جدا جدا. الناس تسال نفسها كده اللي هو ايه بعد ما الماتش ما خلص وبتاع، بنخسر؟ اه. ده الدوري بيروح. اه. يا خبر ابيض، ده افريقيا ممكن ما ابقاش في دوري ابطال افريقيا. اه. ده انا ممكن ابقى في الكونفدراليه. اه. بتسال نفس السؤال تاني، هو انا ليه بتعمل فيها كده؟ فيجي له اجابه اغرب من الخيال. انت مجبر. مجبر على ايه؟ مجبر على المدير الفني. الاهلي اللي هو واحد من اهم وانجح المؤسسات في مصر على الصعيد الكروي. الاهلي عنده مشكله كبيره لدرجه انه مش عارف يمشي مدرب، لدرجه ان هذا التعاقد وصل بيه الحال الى انه انا عارف ان الاهلي مش عايز المدرب، وانت عارف ان الاهلي مش عايز المدرب، والجمهور عارف ان الاهلي مش عايز المدرب، والجمهور مش عايز المدرب، والاداره مش عايزه المدرب، بس محدش عارف يمشيه. انت مستوعب؟ الاهلي بيخسر والكل شايف ان الراجل ده ما عندوش حاجه، شامبو، ما عندوش حاجه، ومع ذلك بسبب نتائجه السيئه وبسبب كذا 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 كل الطرق كلها تؤدي الى رحيله، ومع ذلك مش عارف تمشيه عشان التعاقد بتاعه. الاغرب هو انه الاهلي اديله فتره بيعمل كم من التعاقدات على صعيد المديرين الفنيين انت تفضل واقف قدامها مش فاهم. هو عارف اقول لك الاغرب من الغرابه ايه كمان؟ ان كل مدير فني بيمشي في حاله من اللغط الشديد جدا جدا حوالين هو مده العقد بتاعه كذا، بس هو الشرط الجزائي بتاعه يتفعل من كذا في كذا. فانت شفتها في مين؟ في كولر، عشتها معانا صح كده؟ ما انت موجود معانا على الكوكب يعني. فعشتها معانا في كولر، اراء كتير واجتهادات كتير وكذا كذا كذا. على فكره هو مفيش حد من الناس اللي اجتهدوا وطلع اراء كان قاصد يروح لحاجه غلط، لا لا خالص. انه التفسيرات اللي طالعه وقتها من الاهلي هي تفسيرات، هي دي التفسيرات مختلفه اصلا. انت معايا ولا؟ السورس، المصدر اللي منه المعلومه هو اصلا تفسيره لبنود التعاقد مختلفه. فلا المشكله لا في الصحافه ولا المشكله في الاعلام، لا 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 لا، المشكله طالعه من هنا انه التعاقد اتعمل بس في لغط حواليه. ده حصل في كولر، ده حصل في ريبيرو، بيحصل النهارده في ترب. انت متخيل؟ تاني احنا ما بنسلبش للنادي الاهلي حقه، الاهلي لما يتقارن بانجازاته وبنفسه وبقيمته الكبيره. فما ينفعش مع قيمه النادي الاهلي الكبيره اللي انت بتتكلم عنها ومع هيكله الاداري الصلب على مدار سنين كتير جدا، على مدار تاريخ النادي الاهلي، ما ينفعش النهارده محدش عارف يفسر تفسير دقيق لعقد ترب. وكلها اجتهادات، اللي يقول لك يا باشا 3 شهور، ويقول لك لا مع اول ماتش من السنه الجديده، واللي يقول لك واللي يقول لك واللي يقول لك. والحقيقه انه تاني دي مش غلطتنا احنا. فانت فاهم الاهلي في انهي حته؟ فالناس النهارده بدات تستوعب، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، انا مش عارف امشي المدرب اللي انا عارف انه سبب ده. ناهيك عن انه في شويه مشاكل كلها جرتك ووصلتك لهنا، بس عندك مشكله كبيره جدا. انا ما اعرفش مين جهبذ العبقري اللي بيورط النادي الاهلي في هذا الكم من التعاقدات الغريبه. طب انت لسه ملسوع اصلا من ريبيرو وقبليها كولر. طب ما جاش في بالك ابدا وانت بتعمل التعاقد بتاع الراجل الجديد ده
انك تحط لنفسك تخريجه. في واحد هيقول لك يا عم اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في السخن منه، اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. يا عم انت ما شفتش كولر لما مشي عمل ازاي وايه اللي حصل؟ فاي مدير فني هيجي غصب عنه هيبقى بيطلب. حقيقه انه دي وجهه نظر مهمه لا يمكن اغفالها. فعلا وارد جدا بنسبه كبيره يكون النادي الاهلي يلاقي صعوبات بعد مثلا رحيل كولر، في اي مدير فني بيبقى عايز يحط ضمانات كتيره. وارد، مش هقول لك انه ده ما بيحصلش، بس مع ذلك برضو بشوف انه المكان ده بتاع التعاقدات وبتاع البنود، بتاع الحاجات اللي شبه كده، انت برضو عندك قيمه اسمها قيمه النادي الاهلي وانت بتتكلم على الترابيزه. فانت حط شروطك زي ما هم بيحطوا شروطه. ما اتفقناش خلاص، ما اتفقناش خلاص. لكن انت النهارده الاهلي بهذا الحجم وبهذه القدره بهذه الامكانيات عنده هذا الكم من الاخطاء في صياغه البنود اللي بيها جمهور ومش قادر يصدق ان انا عندي مدير فني موقع الفرقه ومش عارف امشيه. يعني انا بتخيل انه يعني مجرد تخيل يعني ان الاهلي عرف يمشي الراجل ده مثلا بسبب انه العقد لما اتقال انه الشرط الجزائي هيبقى شهرين 3 شهور فمشاه. والكابتن عماد النحاس كان لسه راجع من العراق فجابه على ال6 ماتشات زي ما حصل. فمش عارف، متخيل مسيره الاهلي مختلفه تماما كانت هتبقى لو مع الكابتن عماد النحاس اللي هو ال5 6 ماتشات برضه. تخيل انه المسيره كانت ممكن تختلف لو انه هناك شخص ما قرر انه يستخدم اسم النادي الاهلي بشكل صحيح وهو بيعمل التعاقد. لكن بالمنظر ده دي حاجه دي غريبه حاجه غريبه جدا جدا. وبالتالي اول مره تغلط ماشي، تاني مره تغلط ورا بعضه خد بالك، تالت مره يعني كولر ثم تورب ثم ريبيرو اللي راح اشتكاك في واقعه يعني ما حصلتش في النادي الاهلي بقالها فترات كبيره. ثم بعد كده انت تورب مش عارف تمشيه، تفضل واقف قدام الحته دي كتير جدا جدا جدا. فالاهلي لازم يتعلم بقى خلاص. يعني دلوقتي ما بقاش اوبشن، على فكره ده ما بقاش اختياري ده مش اختيار، هو دلوقتي اجبار انك تتعلم. ايه اللي هيحصل بقى للاهلي خلال الكام ساعه اللي جايين؟ في حاله غضب كبيره جدا 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 عند الجمهور